صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا تامر يا ابني. تامر، ايه ده؟ انت ما سرحتش شعرك يا ابني؟ هو مش متسرح، معلش ناوليني الجرنان. يا ابني اتعلم الادب في الكلام، الناس المؤدبين بيقولوا تسمحي تديني الجرنان يا ماما، مش معلش ناولين الجرنان. انا اسف يا بابا، تسمحي تديني الجرنان يا ماما؟ مش دلوقتي، بعد ما تفطر، ومش هتقدر تفطر الا لما تسرح شعرك الاول. اوه يا سلام يا ماما. ما تنساش كمان انك تغسل وشك. حاضر. شوكت، تحب تاخد فنجان شاي كمان؟ مفيش مانع، اللي على فكرة امينة هي وفاء فين؟ زمانها نازله يا اخويا، زمانها نازله عشان تفطر. تفطر؟ انا مش فاهم البنت دي جرالها ايه الايام دي، تصرفاتها بقت غريبة قوي. غريبه ازاي يا شوكات؟ غريبة ازاي؟ زي ما تكون سرحانة مش عارف. متشكر الشاي. ما هي يمكن تكون بتفكر في الجواز. وتفكر في الجواز ليه؟ هي مش هتقدم لها عريس وقريب قوي ان شاء الله هتتخطب؟ اللي اعرفه ان البنت اللي تسرح في الجواز هي لسه ما جالهاش حد، لكن دي الحمد لله ربنا يتمم لها على خير. تسرح ليه بقى؟ وتسرح في ايه؟ في ترتيبات الجواز يا شوكت. احنا لسه في اول خطوه، لسه هنعمل شبكه، ولسه في جهاز هنشتريه، وفساتين هتتفصل، وفضيه هنشتريها، وتحف وسجاجيد وادوات مطبخ، ولسه كاتب الكتاب والدخله وغيره وغيره وغيره. هو احنا لسه عملنا حاجه يا شوكت؟ على رأيك كله على دماغي. يا ساتر، كل ده لسه ناقص؟ امال انت فاكر ايه؟ دي طلبات الجواز كتيره قوي قوي يا شوكت. لا اذا كان كده بقى يبقى عندها حق انها تسرح. ده انا شخصيا هبتدي اسرح من دلوقتي. المهم سيبك من طلبات الجواز دي واديني فكره عن عادل اللي عاوز يخطبها ده. انت عارفه طبعا اني لسه جاي من السفر وما قابلتوش. ايوه يا سيدي عارفه. عادل ده صاحب تامر ابننا، وكان بيذاكر معاه، وطبعا كان بيجي عندنا هنا في البيت. شافها عجبته، قام جاب اهله وكلموني، والبنت كمان موافقه. بسرعه كده؟ وما سالتوش عليه؟ ما عرفتوش حاجه عنه؟ بقول لك صاحب تامر ابننا، وتامر عارف عيلته كويس قوي، وعارف كل حاجه عنهم. لا، من ناحيه دي اطمن خالص يا شوكت. ايوه بس مش كان احسن يا امينه اننا ناخد حد من عيلتنا، يعني من عيلتك او من عيلتي مثلا؟ لا، ان جيت للحق بقى، انا ما احبش جواز القرايب ده ابدا، ما اعرفش ليه بخاف منه. وقال على راي المثل، ان كان لك قريب لا تشاركه ولا تناسبه. وفي برضه مثل بيقول اخد ابن عمي واتغطى بكمي. لا، الله الغني عن كمه. انا عاوزه بنتي بقى تتغطى بالحفستان مش بكمه. كويس كده يا ماما. اهو كده يا حبيبي، مش تقعد على السفره وانت منكوش، دي حتى حاجه تسد النفس. وبعدين يا اخي مش لازم والدتك تقولك على الحاجات دي، انت لازم تعرفها من نفسك. شوكت، اذا كنت بقى عايز تطمن وتسال على عادل، اهو عندك تامر اهو، اساله وهو يقولك. اسالني عن ايه يا ماما؟ عن عادل اللي عاوز يخطب اختك يا حبيبي. ماله يا بابا؟ ده جدع ابن حلال ومتربي ومن عيله كويسه، هي كانت هتلاقي احسن منه ابدا. وفوق كده وكده كمان البنت شافته وموافقه عليه يا شوكت. خلاص يا ستي، خلاص خلاص خلاص، ما دام انتوا موافقين عليه يبقى ربنا يتمم بخير. اهو كده، سيبك بقى من القلق اللي انت فيه ده. مين قالك اني قلقان؟ ده كان مجرد سؤال انا سالته. ايوه قلقان يا شوكت، وباين عليك كمان اهو. استغفر الله العظيم يا ستي، احلف لك بايه اني مش قلقان، وان جيت الحقيقه بقى انت اللي قلقانه. لا بقى يا شوكت، انت طول عمرك كنت قلقان. تسمح لي اتكلم انا يا بابا؟ اتفضل اتكلم يا سيدي. ها، عاوز تقول ايه انت الاخر؟ حضرتك فعلا يا بابا دايما قلقان، وخصوصا على وفاء. ازاي بقى؟ قول لي. حضرتك كنت الاول قلقان لما ما حدش كان بيتقدم لها، ودلوقتي برضو حضرتك قلقان لما تقدم لها حد. اللي بتقوله ده يا افندي اسمه كلام فارغ. بس انا شايفه ان هي دي الحقيقه يا شوكت. يا امينه انا لو كنت قلقان زي ما بتقولوا يمكن عشانها لسه صغيره في السن. صغيره في السن ازاي يا بابا؟ وفاء اختي عندها 21 سنه. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا بابا. صباح اهلا يا النور شريف. حبيبي. الله، في ايه مالكم؟ على العموم انا اسف اذا كنت قطعت عليكم الحديث. بابا وماما كانوا بيتكلموا عن وفاء. ايوه، وابوك قلقان قوي عليها. تاني يا ستي، انت عاوزه تقلقيني ليه بس؟ ليه مالها؟ انا شايف انها كويسه. قلقان من ناحيه عادل اللي عاوز يخطبها. عادل؟ ماله عادل يا بابا؟ انا شايف انه شاب كويس قوي. يا ابني انا لا قلقان ولا حاجه، ده كان مجرد سؤال بسيط بساله لوالدتك، بسالها بقول لها هي فين وفاء. انا جايه اهو يا بابا. صباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير عليك الواحد. ايه
مالك يا بابا، في حاجة؟ لا يا بنتي ابدا، ابدا ما فيش حاجه. اوعي تقولي اني قلقان. على فكرة يا بابا، نسيت اقول لحضرتك انا معزومة النهاردة على العشاء. فين يا بنتي؟ بابا عادل ومامته عازميني الليلة على العشاء. الف مبروك يا وفاء. على ايه؟ على العشاء؟ لا، على الجواز. طب ميرسي يا مش شريف. هتقعدي بقى تفطري؟ لا يا ماما، انا مش جعانة خالص، انا هشرب بس فنجان شاي. طيب ناولني الفنجان اللي عندك ده يا شريف. اتفضل يا ماما. اقعدي يا وفاء، انا يا بنتي كنت عاوز اتكلم معاكي شويه. لا يا شوكت، خلي الكلام بعد الفطار، عن اذنكم. وبعدين يا امينه، في ايه يا شوكت؟ هفضل كده على عمايل امتى؟ من ساعه ما رجعت من السفر ولقيت بنتي مخطوبه ما حدش راضي يفهمني حاجه. عاوز تفهم ايه بس؟ كل حاجه، ازاي تمت الخطوبه، ومن هي العيله دي اللي راح نناسبها. هي برضه مش بنتي زي ما هي بنتك ويهمني مصلحتها. محدش قال حاجه يا شوكت. ما هو اللي مجنني ان محدش بيقول حاجه. كل ما اسال سؤال يقولوا لي مش وقته. هيفضل مش وقته لامتى؟ لغايه ما تتجوز وتخلف وابقى جد. ايه يا بابا في ايه؟ حضرتك بتزعل ايه؟ مفيش يا ابني مفيش، اصل ابوك قلقان تاني يا امينه، حرام عليكي حرام طيب يا عليكي. اخويا خلاص ما تزعلش. ايه في ايه؟ بابا بيزعق ليه؟ اصل يا اخويا اوعي تقوليها. حاضر حاضر حاضر، اديني سكت. والله العظيم كل ذنب عظيم. فين اختكم يا اولاد؟ قلقانه في اوضتها يا بابا. قلقانه